ما تفتح بقى يا استاذ محمد، انا عارف ان انت جوه. ايه يا عم محمود التخبيط ده كله؟ ده انا قلت العماره هتقع علينا يا عم. حضرتك ما دفعتش الايجار بتاعت الشقه بتاعتك ولا فلوس تصليح الموتور. بالنسبه للايجار يا عم محمود، انا ظروفي مش سامحه اليومين دول، ويومين هجيبها لك. اما الموتور كل شويه يتحرق مش دافع في فلوس، عشان انا دفعت بدل المره 30 ولا 20 مره. يعني افهم من كده يا استاذ محمد، فلوس الموتور اللي لسه راكب مش هتدفع فيه. ايوه مش دافع فيه. وفلوس الايجار كل شويه بتبهدلنا عبال ما تدفعها. يا عم ظروفي تعبانه اليومين دول، ويومين هجيبها يا لك. عم انا هعرف صاحب العماره ان كل العماره دفعت ما عداك. ما تخلص يا يوسف. حاضر يابا. كل ده بتنزل من العربيه؟ بعمل ايه طيب قبل ما لفيت؟ طيب لف العربيه على ما اخش العماره كده اجيب الايجار واجي. ماشي اتاخر. خد بالك وانت بتلف عشان الحته اللي هناك دي ضيقه. انا خايف يلا. اغلط فيها زي كل مره. انا مالي هاجي اقل بنفسي، ده يقول لي هدفع وما يدفعش، مدعوقه العماره على راس صحابها. انا كان مالي ومال الشغلانه دي. حجر بالله عليك هنا. يا صاحب العماره، اهلا، ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ اتفضل يا استاذ اقعد. لا تسلم. الحمد لله على السلامه. ما قلتليش يعني ان حضرتك جاي؟ ما انت عارف ان انا جاي النهارده شاليه اخد فلوس الايجار. طب بص، انا لميت لك الايجار بتاع الدور الثاني والثالث. ماشي ماشي ماشي. والدور الاولاني الدور الاولاني مش عايز يدفع جنيه. هو كل شهر على الموال ده ولا ايه؟ ظروفي والتيت والشريط وهنفضل اتحايل عليه، والزبون ده خانقني بصراحه. المشكله انه معاه عيال انا مش عايز اتكلم. انا مش عايز اتكلم اقسمت بالله من ساعه ما المستاجر اللي كان قبل ده مشي والراجل ده وراني المرار. طب سؤال بس، رد عليك بأدب ولا بسعة أدب؟ بقله ادب. بقلة أدب. وانا قلت له هكلم صاحب المال ومش هفتح بقي معاك. انا هنا شغلانتي بقول حاضر ونعمه بس. لا أنت تيجي معايا. لا انا مش جاي. مش جاي؟ لا انا هقف. خليك أنا رايح له. ما تخلص يا عم. ايوه جاي. اتفضل يا استاذ. لا تعالى بس يا عم بس تعالى اتفضل، مفيش حد. أنا مش جاي أتضايف والله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنت دلوقتي لما محمود جه طلب منك الإيجار، يعني ليه بتهزق الراجل وتين الراجل يعني عشان شايف مصالحكم؟ انا ما هزقتهوش والله ولا قلت له حاجه، كل ده عشان العمليه مزمزقه معايا ومش معاه فلوس ادفع له الايجار. طب يا عم انت يعني شغال مثلا باليوميه ولا شغال في بتقبض شهري عشان ابقى انا عارف عامل حسابي عليك يعني. بعدين محمود ده كل شهر يجي لي يقول لي فلوس الموتور فلوس الموتور، خد مني فلوس الموتور القديم بتاع 5 6 مرات. ثواني معلش، فلوس ايه بقى عشان انا مش واخد بالي؟ فلوس الموتور القديم. فلوس تصليح الموتور القديم؟ ايوه 5 مرات؟ 5 مرات. امال ما بيلفتش عربيه زي كل مره لما ابوك بيجي بتلفها له يعني؟ ابويا واخد المفاتيح جوه. طب خش قول له هات المفاتيح وانا الفها لك وتعالى اركب جنبي. لا يا محمود ما بتعرفش تسوق. انا